اهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. بما اننا بقى في الشتاء محتاجين الاكلات اللي تدفي، ومن ضمن الاكلات اللي بتدفي في الشتاء هي المبكبكه. اكله كده تحفه، مكرونه باللحمه، هي اكله ليبيه بس طعمها بجد تحفه خالص. انتوا عارفين هي ليه اتسمت بالمبكبكه؟ لانها هي وعلى النار بتطلع فقاعات كده فبتبكبك بك 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 بك. يلا بقى بينا نشوف الطريقه والمقادير. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، انا اسمي عفاف، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هيكون معايا لحمه، الكميه اللي انت حباها، الكميه اللي معايا دي نص كيلو، وهيكون معايا نص كيلو من عصير الطماطم. تمام. الطماطم ديت انا مسبكاها قبل كده. وهيكون معايا بقى بصلتين كده متقطعين قطع صغيره. هيكون معايا دهن وكركم وفلفل اسود وطبعا ملح. انا الكركم هنا زايد شويه، انت ممكن تقللي، انا ما حاطه معلقه كامله، انت ممكن تحطي نص معلقه صغيره. تمام. وهيكون معايا فلفل اخضر قرنين كده او 3، ومعايا 3 قرون كده من الشطه. ونص كيلو بقى من المكرونه اللي انا مستخدماها مكرونه هلاليه كده اللي هي الملويه. تمام. هنجيب حله وهنبتدي انزل كده بزيت، معلقه من الزيت، وعليها الدهن اللي كان معايا. هسيبه يفك على النار. وبعد كده هبتدي انزل بالبصل. هنشوح في البصل بقى لحد ما يدبل معانا. وبعد كده هنزل بالفلفل اللي كان معايا والشطه. ممكن تستغني عن الشطه لو انت مش حاباها تكون سبايسي. وبعدين هبتدي انزل باللحمه. لما نزلت باللحمه كان البصل اتدبل معايا كده صفر، واللحمه تكون متقطعه قطع كده صغيره، ما تكونش كبيره قوي وكمان ما تكونش صغيره قوي، يعني تكون متوسطه. هبتدي ان انا اشوح فيها، انا عايزه اللحمه بتاعتنا تحمر. تمام. هنبتدي نقلب فيها لحد ما اللحمه بتاعتنا لونها يحمر. بعد كده هبتدي انزل بالفلفل الاسود والكركم، مش هنزل بالملح دلوقتي. وبعدين هنزل بعصير الطماطم. وهضيف كوبايه من الميه. وبعد كده لا اما هضيف معلقه من الصلصه، لا اما هضيف معلقه من البابريكا، بس عايزينها تعزز اللون الاحمر بتاعنا. تمام. هنقلبها كده زي ما انتم شايفين. انا هضيف لها كوبايه ميه تاني، وهبتدي ان انا اغطيها. هنغطيها علشان الصلصه تتسبك كويس وكمان اللحمه تستوي معانا. ولو احتاجت ميه تاني احنا وبنقلبها اللحمه ما استوتش ومحتاجه ميه، هنحط لها ميه، وهنتابعها في التقليب لحد ما اللحمه بتاعتنا تستوي. وبعد ما اللحمه تستوي والصلصه تاخد معانا غلوتين كده. تمام. هبتدي دلوقتي في المرحله دي انزل بالمكرونه. نزلت بالمكرونه بتاعتنا وهبتدي ان انا اقلبها. هنتابعها في التقليب علشان المكرونه ما تحطش معانا او ما تلزقش او ما تبص مننا. تمام. كل شويه كده هبتدي ان انا اقلب فيها. ولو انا حسيت ان المكرونه عايزه ميه تاني، هنضيف لها ميه علشان تاخد سواها المظبوط. تمام. انا احتاجت مني كوبايه ميه تاني فانا ضفت لها الميه. هقلب فيها كده زي ما انتم شايفين، وهتابع المكرونه. شايفين البقبقه اللي حاصله دي؟ هي كده بقى اتسمت، علشان كده اتسمت من بقبقه. اول ما عملت معايا كده خدت غلوه، انا هديت عليها النار شويه وهتابعها برضو في التقليب. لو انت محتاجاها يكون فيها صوص كده باين، انت ممكن تطفي عليها النار لو هي استوت. لو محتاجه تنشفيها اكتر او ما تبينيش الصوص ده كتير قوي، ممكن تسيبيها شويه على النار. وكده بقى المكرونه بقت جاهزه معانا للتقديم.
تحطيها في صينيه، تحطيها في طبق، تحطيها في اللي انت حابه تحطي فيها. المهم ان المكرونه دي بجد طعمها حلو خالص، واللحمه فيها طعمها تحفه، واللحمه دايبه والمكرونه مفلفله وحلوه جدا جدا بجد. ان شاء الله هتعجبكم. اقول لكم باي باي.